مش الكعبة طلعت بتاعت اليهود؟ في ظل اللي بيحصل حوالينا ده من إبادة شعب غزة، في ناس كتير ما كانتش مستغربة، وأنا واحد منهم. اللي بيحصل ده مخطط قديم، وقديم قوي كمان. العدو أعلن عنه كتير لكن إحنا ما كناش شايفين. ولو أنت فاكر إن ده بس المخطط الوحيد اللي عند العدو، فالعدو عنده مخططات كتير أيامها وأعلن عنها كلها. وأنا جاي أكلمك عن واحد من أهم وأخطر المخططات دي. مخطط العدو بيزعم فيه إن الكعبة ملك لليهود. خليني اشرح لك. سنة 2021 تنتج دولة الاحتلال فيلم اسمه بلاد اوف ذا اكسودوس، فيلم زي النيلة طبعا. هما اللي عاملينه، حاجة متوقعة. بس أهم نقطة في الفيلم ده، ودي اللي كانوا عاوزين يوصلوها، إن جبل سينا اللي موجود في مصر واللي كلم عليه سيدنا موسى ربه، ما هواش ده الجبل اللي سيدنا موسى كلم عليه ربه. يعني جبل سينا ده ملوش أي ستين لازمة. وإن الجبل الحقيقي اللي سيدنا موسى كلم عليه ربه هو جبل اللوز اللي موجود في تبوك في السعودية. ركز. المخطط الواطي ده عامل زي لعبة البازل، قطعة جنب قطعة بتكونه وتخليه في الآخر ياخد شكله المخطط ليه. وخليني أقول لك إن لو الفيلم كان قطعة في لعبة البازل دي، ففي قطعة كمان مهمة قوي ويمكن أهم من الفيلم 100,000 مرة، وهي كتاب ألفه ضابط في الموساد الإسرائيلي اسمه العودة إلى مكة. بص اسم الكتاب حتى، العودة إلى مكة، صريحة كده. لخص الكتاب ده إن في ضابط في الموساد الإسرائيلي بيقول لإسرائيل إزاي تستولى على الحرم المكي، وبالأحرى على السعودية كلها. هو بيقول في كتابه إن اليهود هم يهود خيبر الأصليين، وبالتالي الكعبة حقهم. مش الكعبة بس، السعودية كلها أصلا ملكهم وأرضهم اللي لازم يرجعوا لها في يوم من الأيام. طب ده يحصل إزاي؟ الراجل ما سابهاش عايمة كده، حط خطط وحط لهم قواعد يمشوا عليها علشان يوصلوا اللي هم عايزينه. بيقول إن أول شيء لازم يبدأوا بيه، وده أهم شيء، هو تفتيت الهوية الإسلامية. ما يبقاش في حاجة اسمها مسلمين، أو يبقى في حاجة اسمها مسلمين بس اسم بس، إنما عادات وتقاليد المسلمين ما تبقاش موجودة، تختفي. وكمان زيادة الفتن بين الشيعة والسنة، ولما الفتن تزيد لحد ما يوصلوا لحد الاقتتال، هنا هم يقدروا يخشوا في الصورة ويسيطروا على الوضع بشكل كامل. طيب هو بعد ما تاخدوا الكعبة وتسيطروا عليها، المفروض تعملوا ايه؟ هنهدها طبعا. هو بيقول ان لما هنهد الكعبة، الركن الخامس في ركن الاسلام عند المسلمين هيسقط، وبالتالي المسلمين هيبقوا اكتر بيتفككوا من الهوية الاسلامية اكتر واكتر، لحد ما يبقاش في حاجة اسمها اسلام من الاساس. لان هو اساسا شايف ان فكرة الاسلام هي العقبة اللي مخلياهم مش قادرين يسيطروا على العالم. والله ممكن واحد بعد اللي انا قلته ده يقول هو